Welcome to my channel. هل لاحظت إن شفايفك صايرة جافة أو لونها باهت؟ في فيديو اليوم رح أشاركك روتين يومي وسهل للعناية بالشفايف يخليها ناعمة، صحية وبلون وردي طبيعي بدون فلاتر ولا مكياج. خليكم معاي. قبل ما نبدأ بالحلول خل نعرف شنو سبب المشكلة. الشفايف ما تحتوي على غدد دهنية مثل البشرة، عشان كذا ترطيبها لازم يكون خارجي، وهذه أكثر الأسباب اللي تخليها تتشقق أو يصير لونها باهت. الجو البارد أو الحار جداً، قلة شرب الماء، استخدام منتجات فيها كحول أو عطور، أو حتى لعق الشفايف كثير واللي يسبب جفاف أكثر. روتيني الصباحي للعناية بالشفايف: أول ما أصحى وبعد ما أغسل وجهي أرطب شفايفي، على طول أستخدم بلسم فيه مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو فيتامين إي، وإذا بطلع ضروري أستخدم واقي شمس خاص بالشفايف لأن الشمس تأثر عليها وتسبب تصبغات. روتيني الليلي: وقت تدليع الشفايف بالليل أحب أسوي تقشير طبيعي مرة أو مرتين بالأسبوع. أخلط شوية سكر مع عسل وقطرة زيت زيتون وأفركهم بلطافة على الشفايف لمدة دقيقة، وبعدين أمسحهم. بعد التقشير أحط طبقة غنية من زيت جوز الهند أو بلسم ثقيل وأخليهم طول الليل. نصائح إضافية لشفايف ناعمة ووردية: اشربي ماء كثير يومياً، على الأقل لترين. ابتعدي عن لعق الشفايف أو تقشيرها بالأصابع. خدي زي فيتامينات مثل بي وإي. إذا ناقصين عندك جربي ماسك الأولوفيرا أو زيت اللوز. قبل النوم يعطي ترطيباً عميق. وهيك يكون خلص روتيني للعناية بالشفايف. جربيه أسبوع واحد بس وراح تلاحظين الفرق بنفسك. اكتبي لي في التعليقات أي خطوة حبيتيها أكثر، ولا تنسين اللايك والاشتراك لأن في فيديوهات جاية عن العناية بالبشرة والجسم والشعر. بعد Thanks for watching. Bye.